أنا مبسوطة جدا إن أنا موجودة في بورسعيد لأنه أول مرة أجي فيها محافظة جميلة زي بورسعيد وأتعرف على أهلها عن قرب وأشوف الناس البورسعيديين يعني في محافظتهم، يعني متعودة أشوفهم في القاهرة يعني صدفة. بس أكيد يعني بهني المهرجان على دورته 16 وإن شاء الله تكون دورة متألقة وناجحة زي الدورات اللي سبقتها. وطبعا يعني أنا أعتبر من الفنانات المحظوظات اللي اسمهم يعني بعد الاستفتاءات وكل حاجة لقى تصويت كبير وإقبال جماهيري كبير في التصويت، فأنا أعتبر نفسي محظوظة الحمد لله، وده كرم من ربنا إن أنا بعد كل التعب، خاصة السنة اللي فاتت يعني أعمال كتير قوي من ألوان الطيف لفيلمين اللي هم خطة بديلة وجمهورية إمبابة وذهاب وعودة في رمضان ولعبة إبليس. الحمد لله بعد التعب ده كله إنه الواحد يتكرم، ده أهم حاجة تحصل للفنان. الجوائز والتكريمات والاعتراف بالمجهود والاعتراف بالنجاح ده وسام على صدري يعني. أكيد أي اعتراف بالنجاح سواء كلمة حلوة حتى من الناس في الشارع لما تيجي تقول لك العمل حلو ومبروك وشفتك كنتي هايلة ده اعتراف بالنجاح يعني، فما بالك التكريم. تمام. السنه اللي فاتت زي ما انت قلتي او يعني 2015 قدمتي اكتر من عمل سواء كان في السينما او في الدراما كمان، عشان كده غايبه شويه عن الاعلام. مشغوله. بالظبط. وبعد رمضان متنحه. يعني ما كانش في وقت، لسه بفوق. لسه باخد نفس. ايوه. واول ما هاخد نفس هخش على رمضان فمش هتلحق. لا احنا دايما بنحب ان دايما النجم يكون متواصل. انا عارفه انا عندي شويه تقصير زي ما قلت، احنا هنعمل ستريس على النقطه دي. انا عارفه بعترف ان انا اعلاميا وصحفيا انا مقصره، اختيار مني انا يعني. دايما بكرر علاقتي كويسه جدا بكل الصحفيين وما حدش اعتقد بيشتكي مني، بس لانه واحد هيشتكي من موقف مثلا حصل. انا ما عنديش مواقف مع اي حد، لكن مرات ببقى بجد مشغوله جدا او عندي ظروف شخصيه او بتخليني بعيده شويه عن الصحافه والاعلام، ويمكن برضو البعد ده بيخليني مرتاحه اكتر نفسيا، لانه دايما يعني بنسبة خلينا نقول 60% الحوار ما بيعديش بطريقة سليمة، يعني لازم يبقى في عناوين مستفزة أو في تحوير في الكلام، فده بيعمل برضو ستريس مع الستريس اللي احنا عايشينه في الشغل، فواحد مش ناقص. فأنا بقول ال 30 حلقة أو 60 حلقة بيتكلموا عني كويس. والأخبار موجودة مطروحة، يعني أخباري موجودة، لكن انترفيوز ممكن دي تكون سلاح ذو حدين، ممكن تخدم مرات الفنان ممكن ما بتخدموش حسب الأطراف اللي بنتعامل معاهم، أكيد مع كل احترامي للصحفيين. لكن طبعا يعني إن شاء الله الفترة الجاية أكيد أنا مريحة شوية الفترة الجاية لغاية رمضان، يعني شغل رمضان، فأكيد حيكون في انفتاح على الإعلام والصحافة. أنا في مرحلة قراية، في ورقين عندي بين إيديا، ما أقدرش أعلن عنهم دلوقتي للأسف. لا خالص، ما أقدرش، لا. دايما كده على فكرة. أنا دايما الأخبار بتاعتي بتطلع من شركة الإنتاج، يعني أنا وقعت أو مش عارفة إيه، عمري ما بتكلم، لأنه أنا بتكلم بعد أول يوم تصوير، في بداية التصوير بقول إن أنا دخلت عمل كذا كذا. مش عارفة يعني ما بحب أكون واقعية وشفافة جدا مع الناس، لأنه زي ما حصل السنة دي مثلا كان المفروض إن أنا أدخل تصوير مسلسل سمرة، مسلسل لبناني إنتاج شركة صادق الصباح، ووقعت العقد، ما أعلنتش أنا عن توقيع العقد ولا عن التزامي بالعمل، وفجأة أنا حصلت لي ظروف عائلية وشخصية جدا منعتني من المشاركة في العمل ده، فاعتذرت وبصدر رحب يعني شركة الإنتاج تقبلت الاعتذار. فيعني كنت أفضل إنه الخبر ما يطلعش إن أنا مشاركة، لأنه بعد كده يقولوا انسحبت وبعد كده، فده نصيب يعني طبعا ان انا اكون موجوده في عمل. افضل ان انا اثبت نفسي. اول حاجه كان نفسي ان انا اشتغل مع احمد السقا، وتقابلنا في العمل ده في ذهاب وعوده و... واحمد يعني مكسب لاي فنان بيشتغل معاه. جدا والله العظيم، يعني انا بقول له بحسك زي اخويا. احنا البنات بنحس ان احنا بروتكتد جدا، يعني محميين بوجود احمد في اللوكيشن معانا.
بيختلف وجوده من عدم وجوده، يعني في فراغ، يوم اللي هو ما يكونش معانا في التصوير بيبقى يوم لا. صراحه يعني ده على المستوى الانساني. على المستوى المهني اكيد الشغل مع احمد السقا مكسب، لكن انا كمان السنه اللي فاتت اكيد اعتقد كفريال يوسف حققت نجاح اكتر في مسلسل لعبه ابليس، اللي هو لسه ما شاء الله يعني العروض لسه ورا بعض دلوقتي. طبعا يعني كان عمل كويس جدا، وكان من التوب 3 يعني السنه اللي فاتت، فالحمد لله توفقنا فيه جدا، والعمل كان فكرته ذكيه، والممثلين بصراحه اجتهدوا جدا، والحمد لله يعني كل ما نجتهد اكيد له اجران يعني.